السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. في الفيديو ده أنا مش جاي أعلمك أوامر وخلاص، لأ، أنا جاي أجهزك تكون الهاكر اللي الشبكة تخاف منه. لو مستعد يلا بينا نبدأ. أول حاجة النات والبريدج مود. فاكر لما قلت لك في الفيديو الأول لازم تغير النتورك أدابتر من السيتنج وتخليها بريدج مش نات؟ طيب ليه انا قلت لك كده؟ النت انت بتلعب مع نفسك، يعني انت مش باين اصلا. انت ممكن تبقى عندك النت بس انت الراوتر مش واخد اي بي حقيقي، انت الاي بي اللي انت واخده من الجهاز. طيب دلوقتي انا عايز اخد اي بي حقيقي عشان اشوف كل حاجه وكل الاي بيات اللي على الاجهزه. كل الاي بيات اللي على الراوتر اللي الاجهزه واخداها لازم اغيرها لبريدج. طيب انا غيرتها لبريدج عشان اللعبه بقت جد، ويلا بينا ندخل على الجد. طيب اول حاجه الاي بي من انت جوه الشبكه، هو ده الاي بي. عامل زي البطاقه بالظبط. في عندك اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 4 ده محدود وبيتكسر بسهوله. عندك مثلا تعالوا نفتح نوت بوك جديد. الاي بي فيرجن 4 اللي هو العادي بتاعنا اللي احنا عارفينه، اللي هو 192.168.1.1. ده الاي بي فيرجن 4، بيتكون من 4 خانات وكل خانة فيها 3 ارقام. بتوصل اعلى حاجة 255 لكل خانة، يعني 192 دي اخرها 255، ودي برضو تاخد 255، دي 255، يعني هتبقى كده اهو 255 دوت 255 دوت 255. دي اعلى حاجه، اعلى رقم في الاي بي فيرجن 4. طيب الاي بي فيرجن 6، خلي بالك الاي بي في الفيرجن 4 الفاصله او بتفصل ما بينهم عن طريق الدوت. انما الاي بي فيرجن 6 بيبقى ممكن يبقى بيتكون من 4 حروف 4 ارقام، ممكن تدخل فيه حروف وارقام بتفصل ما بينهم، ما بين الخانة الأولى والخانة التانية بسيمي كولون. إنما الأي بي فيرجن 4 بتفصل ما بين الخانة الأولى والخانة التانية بدوت. طيب ممكن تدخل أرقام فيها، أرقام وحروف مثلا عادي. طيب هما ليه اخترعوا فيرجن 6؟ طيب علشان عدد الأجهزة كتر قوي وهما مش لاقيين مكان يدور تاني لفيرجن 4، مش لاقيين ايبيهات تانية يوزعوها، فاختاروا حاجة اسمها فيرجن 6. وهم اعتمدوا فيرجن 6 ان هو الاصدار الاخير ومش هيبقى فيه اصدارات تانية. طيب تعالوا بقى نرجع تاني. انا دلوقتي عايزين نعمل المان ان ذا ميدل اتاك، اللي هو انا بقيت الراوتر. تعالوا نشوف المان ان ذا ميدل اتاك اهو. طيب دلوقتي المفروض الضحية بيبعت باسورد او ايميل بيسجل على موقع معين، والموقع ده بيرد عليه. طيب دلوقتي انا عايز احط نفسي مكان الموقع ده، او احط نفسي في النص ما بينهم، اللي هي الرساله توصل لي الاول، بعد كده توصل للموقع، بعد كده توصل من الموقع ليا وترجع من ليا وتروح للضحيه. طيب دي حاجه اسمها المان ان ذا ميدل اتاك. هو رجل المنتصف، باخد كل البيانات اللي رايحه واللي جايه اكون انا شايفها. طيب تعالوا نجربها. في عندنا أداة اسمها الإيثر كاب. الإيثر كاب دي أداة متثبتة أساسي في كالي لينكس. تضغط على علامة التنين دي وتضغط أو تكتب إيثر كاب، وهنا هيقول لك دخل الباسورد. تمام. هنا هيقول لك اختار نوع الشبكة. لو أنت منزل كالي لينكس كإصدار أساسي أو كنظام أساسي فهيبقى واي فاي، إنما هنا منزله فيرجن بوك على فيرجن بوكس أو نسخة وهمية، فظهر لي ايزر 0 وهندوس اكسبت. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعمل سكان واشوف الاجهزه اللي متصله بالاي بي.
او متصل بالراوتر. هتدخل على هوست وبعد كده سكان هوست. تمام، بيعمل سكان بيشوف الاجهزه اللي متصله بالراوتر. هنا جاب لي 5 اجهزه 5 اي بيهات. تمام، تعالوا نجيبهم في ليست هوست وهوست ليست. كده جاب لي كل الاجهزه. طيب ممكن ما تظهرش معاك من اول مره، هتعمل سكان تاني. تمام. دلوقتي انا عايز اعمل سكان ما بين البي سي او جهاز اللابتوب وما بين الراوتر. دلوقتي انا عايز احدد الراوتر في التارجت 1. الراوتر اخره هو ده الراوتر، هنضيفه في التارجت 1. وهنا هيقول لك تم اضافه اي بي الراوتر في تارجت 1. طيب دلوقتي انا عايز اضيف الاي بي بتاع الكمبيوتر زي ما احنا قلنا دلوقتي لما عملنا بريدج. خلينا الكمبيوتر والكالي لينكس نظامين مختلفين او بعاد عن بعض خالص، كل واحد واخد اي بي مختلف تماما. طيب دلوقتي انا عايز اعرف الاي بي بتاع الكمبيوتر. هتعمل ايه؟ تكتب سي ام دي، هتدخل وهتكتب اي بي كونفيج عشان نعرف الاي بي. وهنا الاي بي بتاع البي سي واخد اخره 2 والاي بي بتاع الراوتر اخره 1. تمام. تعالوا نحط الاي بي بتاع البي سي هنا. تمام. تعالوا بقى نعمل اسكان. عايزين نعمل اسكان، هندوس على علامة الارض دي وبعد كده ار بوسنج ار بوس كونفيج وهندوس اوكي. تمام. طيب انا كده بعمل اسكان مستني اي بيانات حساسة. تمام. طيب هو لسه ما عملش حاجة ليه؟ ما ظهرليش حاجة ليه؟ لازم اسجل. تعالوا ندخل على الموقع ده مثلا، هنضغط على علامة الكرة الأرضية دي وهتلاقي عندك ارب، تضغط عليها وتضغط اوكي. هنا مستني من الجهاز يدخل اي بيانات حساسة، وليكن هنضغط نكتب باسورد 1 2 3 1 2 3 وهنضغط لوجن. زي ما انت شايف كده دخل الباسورد واليوزر نيم 1 2 3 1 2 3. طيب دلوقتي تعالوا نوقف الأداة دي. تمام. دلوقتي الأداة دي بتشتغل بس في مواقع ال HTTP. ال HTTPS في مشكلة فيها لأن التشفير بتاعها عالي، ما ينفعش تشوف منها البيانات دي. كان في قبل كده أداة اسمها SSL Strip كانت بتنزل صلاحيات ال HTTPS ل HTTP وتقدر تشوف البيانات، إنما دلوقتي ما بقتش تقدر. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها، نقفل ده مش عايزينه. تاني حاجة هنتكلم عنها ال DHCP. الراوتر بيوزع اي بيهات، انا بقى اللي هسحبها كلها. طيب تعالوا نشوف كده، مش عايزين ده بحاجه ال DHCP. تمام، ده متخزن فيه كل الاي بيهات. المفروض انا لما اطلب او اجي اتصل بالراوتر اللي عندي في البيت بسحب اي بي معين. دلوقتي انا لو سحبت الاي بيهات كلها اللي في الاجهزه في الجهاز، الاي بيهات كلها تخلص. دلوقتي الجهاز لو في جهاز جديد حاول يتصل بيه بالنت مش هيعرف يتصل. ليه؟ لان مفيش اي اي بيهات. وممكن استخدم الحاجه دي عن طريق اداه يرسينيا او سكريبت بسيط، مفيش حد جديد يقدر يدخل. والطريقه دي اعمل اي بي وهمي واديه لاي جهاز. طيب انا مش هطبق ال DHCP اتاك. هنتكلم عن تالت حاجه الدوس والديدوس اتاك. الدوس والديدوس اتاك هو الهاكر بيبعت طلب واحد، بيبعت ملايين الطلبات لفين؟ لسيرفر معين، لخدمه معينه من جهاز واحد. ايه الفرق بقى ما بينه ما بين الدبل دوس اتاك؟ الدبل دوس اتاك اللي هو ديدوس اتاك اللي هو كذا جهاز بيعمل نفس الحاجه اللي بيعملها الدوس اتاك، ولكن بكذا جهاز بيعمل ضغط على سيرفر معين واحد. فتخيل بقى ان جهاز واحد ممكن يتقل موقع معين او يوقعه. شوف بقى كذا جهاز يقدر يعمل فيه ايه. دلوقتي احنا لو عايزين نعمل حاجه الدوس اتاك، لو عايزين نعمل دوس اتاك تعالوا نكبر كده. في عندنا حاجه اسمها البينج. تعالوا نعمل بينج دوت اتش دوت هيلب عشان نشوف.
في عندك هنا حاجة اسمها بينج داش اف، هنا بتعمل عدد لا نهائي او عدد مهول من الطلبات. وعندك الداش اي هنا بتحدد الوقت اهو، زي ما هو بيقول لك بتحدد بالثانية بتبعت كام باكت. تمام. تعالوا نشوف بيتعمل ازاي. انا مش هطبق عشان ده مش قانوني. في تكتب بينج داش اف وتكتب الاي بي، تكتب هنا الاي بي اللي هو مثلا 192 دوت كذا زي ما احنا متفقين. هنا بيعمل دوس اتاك بطريقه مهوله عشان حطيت الداش اف. طيب دلوقتي انا لو انا شلت الداش اف، هل ممكن يحصل وليكن جوجل دوت كوم؟ هل ممكن يحصل دلوقتي دوس اتاك؟ لا. ليه؟ لانك شايف دلوقتي بص بيبعت طلب كل كام ثانيه، يعني بيبعت طلبات قليله قوي. طيب دلوقتي انا لو عايز اعرف الاي بي، لو عايز اعرف الاي بي من اسم الموقع اهو زي ما انت شايف، تكتب بينج والموقع جوجل دوت كوم وده الاي بي بتاع جوجل. تمام. طيب في عندنا اداه اسمها اتش بينج 3، دي برضو بتعمل اتاك، برضو بتعمل دوس اتاك برضو. طيب في عندنا حاجه بقى اسمها لود بالانس. ايه بقى لود بالانس ده؟ دلوقتي الشركات عايزه تخفف، مش عايزه يحصل دوس اتاك، فعملوا حاجه اسمها لود بالانس. هو مخفف احمال، هو بيحول الترافيك على سيرفرات تانية، بيخليك ما تعرفش تمسك الهدف الحقيقي، وده هيخليك محتاج تكسر خط الدفاع ده، مش مجرد تضرب وخلاص. كان زمان كان الكلاينت او الهاكر بيبعت على طول على السيرفر، على طول بيعدي على الانترنت ويعدي على السيرفر. دلوقتي اللود بالانس بيشوف انهي سيرفر ضعيف بيبعد عنه خالص، او ممكن بيبعت له طلبات قليلة على حسب مقدرته. تمام. وده بقى يحمي الشركات من دوس اتاك. فيش بعض الشركات ما ينفعش تعمل بينج، بتبقى قافله البينج لانه بتعتبر اختراق، او بتعتبرك انك بتحاول توقع السيرفر بتاعهم. هنتكلم عن الناب او الان ماب، البورت سكاننج، عشان نعرف كل الابواب والنوافذ المفتوحه. ما ينفعش انت كهاكر رايح تخترق شركه او تخترق اي كيان ما تعرفش منه ايه الحاجات المفتوحة ولا ايه النوافذ المفتوحة اللي تقدر تخترقها. وليكن نعمل ان ماب للاي بي ده، ان ماب للاي بي ده. زي ما انت شايف كده هنا بيعمل سكاننج وبيفحص الاي بي ده ويشوف ايه النوافذ المفتوحة فيه وايه النوافذ المغلقة. تمام. هنا بيحمل تحت اهو، كان بيحمل. هنا جاب لك الاف تي بي اوبن اللي هو بورت 21، ده اللي هنتكلم عنه النهارده. في بورتات تانية مفتوحة HTTP open والبوب 3 و HTTPS، أغلبية البورتات مش هنحتاجها بشكل عام. طيب دلوقتي أنا لو لقيت ال FTP مفتوح هنعمل إيه؟ هتكتب FTP وهتحط ال IP اللي موجود ده، وهتجرب تدخل يوزر نيم anonymous وباسورد anonymous برضو. وهنا قال لك لوجن سكسسفول، دخلت بنجاح. دلوقتي انا ممكن اشوف كل الملفات اللي جوه او زي ما انت شايف كده في مجلد او فولدر اسمه بوب. تعالوا ندخل عليه كده، CD بوب.
وهنضغط انتر ls عشان نشوف اللي جوه. زي ما انت شايف كده في ملفات جوه تقدر تنزلها وتقدر ترفع اي ملف عليه، بس هما اكيد مانعين الحوار ده. دلوقتي انا لو عايز اتدرب على حاجه زي دي اعمل ايه؟ هتلاقي في عندك موقع اسمه شودن. ده موقع بيجيب لك كل الايباد. لو كتبت مثلا جوجل .com هنا هيجيب لك سيرش، وهنا هيجيب لك كل الايباد اللي موجوده في العالم بجوجل .com. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اجرب الاف تي بي زي ما انت بتقول، زي ما انا قلت. هنعمل ايه؟ هتكتب بورت وتحط نقطتين 21 زي ما احنا اتفقنا ان بورت 21 ده بتاع الخدمة الاف تي بي. تمام. بعد كده هتحط علامتين تنصيص دول وتكتب لوجن سكسسفul. وزي ما قلنا هنعمل لوجن سكسسفul، حط علامة التنصيص دي وهتضغط انتر. هنا هتلاقي فيه الاف تي بي، كل الاي بيات دي الاف تي بي بتاعها مفتوح، تقدر تاخد اي اي بي وتطبق عليه. هيبقى في فيديو تاني نشرح فيه ال ماب وازاي تعمل اسكان بطريقة احترافية. دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. ما تنساش الاشتراك والتعليق، ولو الفيديو عجبك دوس لايك واستنى كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.